النهارده معاكم اعزائي المشاهدين من خلال برنامجكم على ارض مصر بنستكمل جولتنا في واحد من الكتب الجميله جدا اللي احنا بديناها معاكم من فتره قصيره، وهو الكتاب الخاص بابن زولاق. زي ما احنا شايفين فضائل مصر واخبارها وخواصها. ابن زولاق هو مؤرخ مصري، يعني احنا يمكن عرفناه المره اللي فاتت واستعرضنا مع بعض جزء من كتابه. هنتكلم عنه بشكل سريع نفكركم بيه النهارده. زي ما قلنا قبل كده هو مؤرخ مصري، ووالده برضو كان مؤرخ وعالم كبير جدا. هو اتعلم على ايد كتير من العلماء، لكن كان اشهرهم الكندي، واتبع يعني نقول كده ضرب الكندي او مذهب الكندي في التاريخ والكتابه. هو كتب سير كتير قوي عن الناس، كتب عن اشخاص، كتب عن احداث، لكن في الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه خصائص مصر واخبارها، يمكن يعني المؤرخين والدارسين والباحثين وصفوا ان هو كان منهجه في هذا الكتاب ما كانش منهج علمي. هو كان يعني في أجزاء كتيرة قوي من الكتاب بيتناقل أخبار عن السابقين، حاجات هو ممكن يكون ما شافهاش أو سمعها أو حضرها، أو مش حاجة تاريخية أو حاجة كان بيعيشها في عصره، ولكن كان بيتناقل أخبار. فاللي هيقرأ الكتاب هيلاقي فيه كتير قوي من الحواديت اللي ممكن بتصل لمرتبة الخرافات أو الأساطير. لكن في المجمل الكتاب ممتع جدا، وفي معلومات عن مصر موجودة فعلا في الحقيقة، وفي بقى الحواديت اللي احنا قلنا عليها الخرافية. لكن اللي هيقرا الكتاب هيحس قد ايه الشخص ده كان بيحب مصر جدا جدا، وكان بينقي من السير القديمة الحاجات اللي بتمتدح مصر. هو كان اي حد بيتناقل اخبار بيمتدح فيها مصر او بيمجد في عظمتها وتراثها وتاريخها، كان بيتناقل هذه الاخبار. وعلشان كده احنا بنقول ان الكتاب ده فعلا تم وضعه على يد هذه الشخصية ابن زولاق. يعني كتاب في حب مصر اكتر ما هو كتاب تاريخي بيتكلم عن احداث واقعية في فترة محددة. مكتبة القاهرة الكبرى لها أنشطة ثقافية وفنية عديدة على مدار أشهر العام بصفة عامة، ولكن الحقيقة بنكثف في شهر رمضان، والشهر دوت بيبقى فيه خصوصية وفيه أكتر من نشاط لا أكتر من مستوى من المجتمع المصري. إذا بصينا لقاعة الأطفال وقاعة الأنشطة بتقدم ورش لتصنيع الأطفال لكيفية تصنيع فانوس رمضان اللي هو رمز الفاطميين ورمز لمصر ورمز لرمضان. ونشكر الظروف ونشكر الصناع المصريين الأبطال اللي هم قدروا النهاردة يستبدلوا الفانوس الصيني التواتر علينا حديثا منذ 4 أو 5 أعوام، والنهارده فعلا او السنه دي تم الاستغناء عن فانوس الصيني واستبداله بالعديد من الاشكال والابتكارات المصريه القديمه، والحقيقه حدثوا في اشكاله وانواعه، وحتى اسعاره نزلت جدا في السوق، لان ده شيء مهم جدا. كلنا الاطفال اتربينا على الفانوس، وكان ليه روايات وحكايات يحكوها قصص المؤرخين المصريين ويدونا معلومات كبيره عنها. ايضا هيكون في عندنا كل يوم سبت وثلاث ورشه عن المشغولات الجلديه للاطفال الاكبر سنا شويه. ايضا هيكون في رحلات للمساجد المصريه وشارع المعز والجامع الازرق. ده بشكل اسبوعي بتكون في مكتبه الحضاره الاسلاميه، وهي فرع مكتبه القاهره الكبرى، بتقوم اسبوعيا برحلات لمجتمع المكتبه للتعرف على المساجد والمآذن المصريه موجوده في حي الدرب الاحمر وحي الحسين وغيرها.
ومن كتاب فضائل مصر واخبارها لابن زولاق هناخد النهارده فصل صغير لكن فيه معلومات وحواديت جميله جدا. الفصل او الباب اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه فصل في ذكر عجائب مصر وغرائبها. زي ما قلنا ابن زولاق كان بيمتدح مصر وكل حاجه موجوده في مصر امتداح شديد، ومن ضمن مدحه لمصر واللي موجود فيها كان بيتكلم عن عجائب الدنيا. احنا عايزين طبعا ناخد بالنا كويس قوي قبل ما نسمع الكلام الجاي، زي ما قلنا ان هو ما هواش منهج علمي، حاجات مش مثبته ولكن فيها بعض الاخبار المتناقله. ومن ضمن الاخبار المتناقله ان في الفتره دي كانوا بيتكلموا عن عجائب الدنيا ال30. كان عجائب الدنيا في هذه الفتره بيتكلموا عنها ان هم 30 على مستوى طبعا الاماكن او البلاد او الحضارات اللي كانت موجوده في هذه الفتره. وابن زولاق كان بيقول من ال30 عجيبة اللي كانوا موجودين في العالم في منهم 20 في مصر. برضو ده نوع من ان هو كان دايما بيختص مصر بكل حاجة قيمة وان هي كان مقامها ومركزها اعلى من الكل. حاول ان هو يتكلم عن ال20 عجيبة اللي كانوا موجودين في مصر. من خلال الفصل ده هنلاقي ان هو تقريبا طاف البلد كلها، اتكلم عن حاجات موجودة في القاهرة، اتكلم عن حاجات موجودة في منفى القديمة في منطقة شمال الدلتا، اتكلم عن الصعيد وغرب الدلتا، طبعا كانت مليانه بالاعاجيب. فهيبتدي يعني يقدم سرد لبعض المباني اللي كانت موجوده في هذه الفتره. ذكر مباني خاصه بالكنائس، ذكر مباني خاصه بالمعابد، بالمساجد، طبعا الحاجات الاثار المصريه القديمه. لازم نعرف برضو ان هم في الفتره دي كانوا بيشوفوا الاثر المصري القديم والرسومات والحاجات المكتوب عليه، ما كانوش يعرفوها وما كانوش يفهموها، لكن كانوا مبهورين جدا بيها، وما كانوش طبعا بيقدروا ينكروا اطلاقا ان ده نوع من الهندسه المعماريه اللي كان سابق لزمانه بكتير جدا. هم مش فاهمين النقوش دي بتقول ايه وبتعبر عن ايه، ولا عارفين مين الملوك دول، ولا عارفين اي اخبار خالص من سيره مصر الفرعونيه، لكن المنشآت وطريقه النقش لوحدها كانت مبهره، وكانت يعني سبب مهم جدا ان يبقى في كتير قوي من الحواديت والسير عن هذه المباني المعمارية العجيبة اللي كانت موجودة في مصر. من ضمن القصص العجيبة أو العجائب اللي ذكرها ابن زولاق في كتابه، يعني هو طبعا كان في زي ما قلنا منشآت معمارية كتيرة جدا، البعض منها كان مفهوم هي عبارة عن إيه والبعض ما كانش مفهوم إطلاقا، حتى إن هو كانت المنشآت المعمارية بتديلهم قصص تاريخية أو هم يعني بيعتبروها تاريخ إحنا في عصرنا الحديث ما نعرفش عنها حاجة أو ما سمعناش عنها حاجة. يعني مثلا كان بيقول إن من عجائب مصر إن كان في فترة معينة كانت في ملكة بتحكم مصر، مصر القديمة في عصر الفراعنة، عملت سور لحماية مصر من رفح لحد الجنوب في السودان، ومرت بيه السور ده عدى من رفح على منفى على الواحات على الصعيد، وبعد كده لحد منطقة حلايب ونزل لحد السودان. طبعا اسم الملكة هو مش يعني مش الاسم المعروف اللي نقدر ان احنا نقارنه بالدراسات الحديثة للملكات مصر القديمة، لا هو اسم مش فرعوني خالص. السور ده محدش يعرف عنه هو عبارة عن ايه بالظبط، وهل هو كان موجود فعلا ولا لا. فكانت طبعا القصة غريبة جدا، وكان بيقال ان هي كانت موزعة الحراس على السور ده من اوله لاخره، وكانت مركبة اجراس انك يعني زي كده لما يجوا يأكدوا التمام من حارس لآخر عبر السور، كان كل واحد يقرع الجرس علشان اللي بعده أو اللي قبله يسمعوا ويبتدوا إن هم يكملوا كنوع من الاطمئنان يعني. وكان حاطين مشاعل بيشعلوها بمادة ما تخليهاش تطفي أبدا. ده كله طبعا من الكلام اللي بيتحكي، لكن زي ما قلنا الأصل التاريخي مش واضح أو مش معروف في عصرنا الحالي.
هم من اكتر الحاجات اللي اثارت الخيال لدى المصريين اللي كانوا موجودين في هذه الفتره واللي زاروا مصر كضيوف في هذه الفتره ومشي، هم طبعا كان الهرمين. خلوا بالكم هو كاتب الهرمين اللي كانوا موجودين في مصر، او في طبعا ما كانتش القاهره ساعتها، كانت صحراء مصر في المنطقه الغربيه، يعني كان اسمها كده صحراء مصر في المنطقه الغربيه، وكان في هرمين. بس طبعا واضح ان الكثبان الرمليه زي ما احنا عارفين ان هي زي ما كانت مغطيه ابو الهول خالص، كانت برضو مغطيه الهرم الاصغر خالص. طبعا فكره التاريخ زي ما قلنا او التاريخ او الاسر ما كانتش لسه اتوجدت واتعملت خالص، فهم مش عارفين مين اللي بنى الاهرامات ولا تاريخها ايه ولا سببها ايه. لكن الغريبه ان الاسطوره الشهيره بتاعت هيرمس اللي يعني في منها شويه موجوده في التاريخ الفرعوني وفي الكتابات الفرعونيه، هم برضو تناقلوها واتكلموا عنها. هيرمس بيقال ان هو سيدنا ادريس عليه السلام، وهو سيدنا ادريس كان موجود في مصر، هو من اقدم الانبياء. وهم القصص والاخبار اللي تنقلوها في هذه الفتره كانت بتقول ان الهرمين دول واحد منهم هي مقبره هيرمس. خلوا بالكم محدش كان عارف لا خوفو ولا خفرع ولا الاسره الرابعه ولا الكلام ده كله، ولا ان دي جبانه وتحت الارض في يعني مقابر كتيره جدا للفراعنه. لا، هم شايفين اتنين من المباني الضخمه جدا، وكان التراث الشعبي عندهم بيقول ان ده واحد من الاتنين هي مقبره هيرمس. وكانوا بيقولوا بقى، قعدوا يوصفوا في وصف الهرم كان شكله عامل ازاي. البعض كان يقول ان هو كان متغطى بديباج كله، والبعض اللي يقول عليه ان هو كان منقوش عليه كتابات يعني زي كده طلاسم سحريه حافظه للهرم وحافظه للمكان وحافظه لمصر كلها، وعلشان تصون مصر من الفيضان. بيقول حتى فيضان الارض وفيضان السماء. وبيتكلم عن عجائب برضو كانت موجودة في مصر، من ضمن العجائب ال20 من مجمل 30 عجيبة موجودين في العالم كله، كان منهم 20 موجود في مصر زي ما ذكر. بيتكلم بقى عن عجائب حاجات طبيعية، يعني حاجات في البيئة الطبيعية، مش بقى يعني اتكلم على المباني والمنشآت والتاريخ والقصص والأساطير. دلوقتي بيتكلم عن حاجات غير يعني كائنات حية مش موجودة إلا في مصر أو كما هو يعتقد. منها مثلا كان بيقول إن في حاجة اسمها السمكة الرعادة. عايزين طبعا ايه نشوف او نستشف او من خلال الكتاب ازاي كان المنظور العلمي للكائنات الحيه في هذه الفتره. كانوا بيعتبروا ان السمكه دي كده كائن سحري يعني غريب جدا، سمكه كده ما يعني بيقول لك اذا وضع ابن ادم رجل كان او امراه، يعني اي انسان يحط ايده عليها جسمه كله يضطرب ويبقى في حاله اعياء كامل. فواضح ان هي كانت من ضمن الاسماك اللي هي بيبقى فيها شحنه كهربائيه، اللي طبعا المفروض ان البحث العلمي اتكلم عنها من زمان ان هي بتعمل نوع من الكهرباء في الجسم، فممكن ان هي تخلي الانسان في حاله غير طبيعيه. بيتكلموا برضو عن الوحوش. كلمه الوحوش مقصود بيها طبعا الحيوانات البريه. كانوا بيتكلموا على ان مصر فيها غابات، يعني الحاجات الجميله زي برضو ما كان موجود في تراث الفراعنه. كنا بنشوف الصيد وكنا بنشوف الفهود والافيال والحاجات دي. اللي بيشوف لاول مره بيفتكر ان الرحلات دي موجوده في قلب افريقيا، لا ده كان لحد جنوب مصر كانت الغابات موجوده وممتده في هذا المكان. وواضح برضو ان لحد العصر ده كانت موجوده، لان هو كان بيتكلم عن كم الحيوانات اللي كانت موجوده في مصر في منطقه الجنوب، واللي كان بيتقام ليها رحلات صيد مخصوصه. كان بيتكلم على ان في مصايد كتيره جدا في الصعيد وفي حلوان. واضح ان حلوان برضو والمنطقه اللي هي من حلوان بقى فيما فوق كانت فيها حيوانات كتير. اتكلم برضو عن فكره التقاء البحرين. كانت من عجيبه من العجائب ان هم يشوفوا بعينهم التقاء البحرين. طبعا ساعتها هم كانوا بيتكلموا عن بحر الفرس والروم، ما كانش طبعا اسم البحر المتوسط او البحر الاحمر او ما الى ذلك. كانوا بيتكلموا عن لقاء البحرين في مصر، بحر الفرس والروم.
في طبعا حاجات كتيرة جدا جميلة جدا من العجائب ومن الطرائف زي ما قلنا الموجودة في الكتاب، اللي احنا بندعوكم من خلال برنامجكم على أرض مصر ان انتوا تعرفوا مين كتب عن مصر وكتب عنها ايه، وكان انطباع الكتاب والشعراء والمثقفين في فترات مختلفة كتبوا عن مصر ايه وقالوا عنها ايه، من خلال الكتب اللي احنا بنستعرضها معاكم. وبنقول لكم إلى لقاء جديد إن شاء الله.